السنة في ماتريكس بالدارجة. هاد الفيديو مبدل كليا على الفيديوهات اللي حطيت قبل، فاللي بغيت نقول لك حاول تكمل الفيديو حتى الاخر، راه عامر معلومات ويقدر يزعزع فيك شي حاجه من الداخل. ما تنساش لايك وديك سبسكرايب. الهدف ديالنا نوصلوا لجوج في الاخر ديال هاد العام. نبداو على بركه الله. 2024 في الاقبال الدخول ديالها يعني عام جديد، والعالم ديالنا كثروا فيه رجال بحال هكا، خصوصا الدول المتقدمه اللي ولاو كيدعموهم، وهذا الشيء كامل كيديروه باش يبينوا لك انه ماشي مشكل الا كنتي ضعيف. ما جيتش باش نطلبك او نجبرك انك ترجل في هذا الزمان اللي باغي اشخاص قدوه الرسول، ولكن تبع غير داكشي اللي كيقول لك قلبك والمبادئ ديالك، وداكشي اللي خاص يكون فيك كراجل. تقريبا اللي بدا كيمشي، اللي غنقول لك خدم على هذا الشيء اللي غنذكر لك في هذا الفيديو مزيان. اول قاعده اول نطيبها لاي شخص اخر، الريسبكت اولا بالعربيه الاحترام. شوف، الا ما كنتيش كتحترم راسك وعاطي راسك قيمه، فالناس كاع ما غيحترموك. وخذ هذه قاعده في حياتك، فحاول تعطي راسك قيمه اولا احترام، راه اوتوماتيكمون بنادم غيولي يحترمك. يعني قاعده اللي الاساس ديال القاعده الاولى هي تحكم في المشاعر ديالك. خليك كالم في اي موقف وما تحركش بزاف، كما كنشوفوا في هذا العصر اللي كنعيشوا فيه. بنادم كيسحاب ليه الا دوا بزاف ولا دوا بزاد، راه غيفرض السيطره ديالو ويبينو واعر. وهذا الشيء كيبينو غبروش. انك تكون كالم وتحكم في المشاعر ديالك راه حاجه مزيانه فيك كراجل. وبيناتنا المراه ما غيعجبهاش الحال تشوف راجل خايف ومخلوع من شي موقف، فتحكم في المشاعر ديالك. ثالث قاعده واللي غنسميوها الامان وتحمل المسؤوليه. دراري ركزوا لي في هاد البارتي مزيان، راه من اهم الحوايج اللي كيخليوك تبان كراجل هي تحمل المسؤوليه. كاينين جوج طرق واللي كيتلخصوا في هاد جوج اسئله: كيفاش تتصرف مع راسك وكيفاش تتصرف مع العلاقات مع الناس. تخيل معايا نطي ومشيتي للكوزينه وطيبتي شي حاجه، ومنين ساليتي لقيتي كلشي ترون، وفي بلاصه ما تخلي داكشي تجي الوالده او اختك تجمع داكشي، جمعو نتا ورجع كل حاجه لبلاصتها. اولا مثلا الا كنتي في شي بيت مشارك مع شي حد، جمع ديك البلاصه منين تفيق ببساطه، خلي بلاصتك ديما نقيه قبل ما يطلبها منك شي واحد. تحمل مسؤوليتك، واصلا من هنا لقدام غتولي عندك عائله وغتولي انت المسؤول على مراتك وولادك. رابع حاجة او رابع قاعدة، ستوب فيبينغ، العادة السرية. اللي كتكون نهار كامل اللي غالبا كتكون مع البورن فيديو، واحد حاجة غتخليك ضعيف روحيا جسديا وحتى دينيا. الانرجي كامل كتمشي في داك الشيء في فراغ، كتفرز بزاف ديال الدوبامين في والو. فحاول تبدلها بشي حاجة على الاقل بحال السبور. ومنساوش فورمتك خاصك تطورها، وراك عارف الاستمرارية كتلعب دور كبير في انك راجل. وحاول تبدلها بشي حاجة بحال الفياق بكري. على البساطة خدم على راسك. ها انت فكر غا بعقلك ومنطقيا. انت بارك تفرج في واحد الشاشة في جوج الناس كيقضيو الغراض، فشنو الدور ديالك انت تما؟ عبد لهادوك الويب ساس اللي كيساليو معاك في النهار ديالك. ستوب فيبينغ واستغل ديك الانرجي اللي قلتلك في شي حاجة بحال الخدمة على راسك باش تعيش داكشي في الحلال. ندوزو الخامس حاجة هي بني مشروعك الخاص. خلي شي حاجة اللي تخليك انت ناس وكتدخل فلوس، بحال كريي شان يوتيوب. فانت كراجل حاول تعلم شي حاجة او شي مجال، ولا دخل شي حاجة فريلانسي فيها، وقرا كتوبة لتطوير الذات ببساطة. ثقة في راسك. واخر نقطة اللي خليتها هي الاخرى، اللي لما كنتيش متبعة فغير نسى كلمة الرجولة. صلاتك كراجل خاصك تكون كتصليها في الوقت، وإلا بغيتي تثبت في الدين ديالك تفرج في شي قنوات دينية وزيد ثقافتك في الدين، بحال ياسين العمري اولا انا شخصيا متبعه واللي هو انس اكشن. قال تعالى: ولو جعلناه ملكا لجعلناه رجلا. كان معكم علاء. متنساش لايك سبسكرايب تو ماي تشانل. متنساش بارطاجي الفيديو مع صحابك باش تكون في واحد المحيط مؤثر. Peace and love. I love you bro.